يكتب تاريخ ورقم قياسي. لأول مرة في كأس العالم فرنسا تلعب بنفس التشكيلة 4 مباريات ورا بعض. بارتيز، سانيول من اليمين، إنريكا بيدال على اليسار، ليلان تورام وجالاس في محور الدفاع، فييرا ماكيليلي لاعب الارتكاز، ريبيري من اليمين، امشي يا مالودا على اليسار، اجا يا زيدان كمهاجم ثاني، وراء الخطير المكير المدمر تيري اوري. الطليان وسكوادرا تزورا في حراسة المرمى الكبير جانلويجي بوفون، على اليمين زامبروتا، على اليسار فابيو جروسو، 5 فابيو كانافارو، و23 ماركو ماتيراتسي، 21 اندريا بيرلو، 8 جينارو جاتوزو، 10 فرانشيسكو توتي، 20 سيموني بيروتا، 16 كامورانيزي، و9 البومبر الجوليادور لوكاتوني. الحكم هو هوراسيو ليزوندو، ليس كما قالت الفيفا في 74 في الاولمبيا ستاديوم في منشن كان النهائي بين الاجوار المانيا هولندا. هذا العام هو نهائي الاجوار ايطاليا فرنسا. النهائي المونديالي يبدا في هذه اللحظات الاولى على مسرح الاولمبيا ستاديوم في برلين، والنتيجه ما زال يسودها البياض بين ابيض فرنسا واسود. اللحظة الأولى إيطالية، إيطاليا الذي أزاحت أوكرانيا، تجاوزت أستراليا ومرت بإقناع وإبداع وقمة الإمتاع ضد الناس. انتيريوري خطيرة لفلورو مالودا، مالودا يدخل ضربة جزاء، يا الله 6 دقائق في النهائي، 6 دقائق في النهائي وفرنسا من فلورو مالودا يربح ركلة الجزاء على جانلويجي بوفون. بوفون، زيزو، زيدان والهدف، لا يضيع له هدف، هدف هدف هدف، 1-0 للفريق الفرنسي. والله حتى ركلة الجزاء بكل الإثارة، هيتشكوك فرنسي، هيتشكوك إيطالي، هوراسيو ليزوندو بينالتي أو نو، ثم الهدف سيو كانافارو وتورام ولوكاتوني، وتمشي خطيرة، حذار يا طليان. في 2-0 انتهت النهائي. تورامو ممتازة وجروسو موجود في خطأ، في فاول المنتخب الإيطالي. إيطاليا فرنسا هذا اللقاء الخامس فيه. لما لعب رونالدو واحد ما لقاش حل، رونالدو نازارو داليما، لأنه جالاس ملوش حل، وفرحة وتعديل. ينطلق بيرلو وبالراس كاد ليليان تورام يضعها في مرمى بارتيز. التنفيذ من أندريا بيرلو يلعب كرة على القائم الثاني والتعادل الإيطالي ماركو ماتيراتسي. قلت لك أظن وأنا أظن وأنت تتأكد، 1-1 بالراس من ماركو ماتيراتسي في كرة ثابتة تصنع فرحة الطليان هنا برلين. أيضا الأولى مرت والثانية ستمر لولاك يا جالاس، لولاك يا جالاس. من أين لك 100%؟ بينما كرة إيطالية، توني لوكا توني كاد يسجل المرة الثانية. كرة نصف نصف. من أين لكم هذه الإحصائيات؟ والثانية على العارضة يا طليان، الثانية على العارضة من لوكا توني. لعب كرة خطيرة، هرب اللاعب تيري أوري وفابيو كانافارو للركنية. كرة بكرة، لقطة بلقطة، لحظة والكرة في الدفاع لتوني. ماذا يفعل سانيول؟ كاد يقدم هدية في لقاء ممنوع فيه، أو مبروك لبيرلو. والكرة للتاري أوري، والكرة لجانلويجي وفصلها الأسمر. أوري روعة يا تاري، هيا يمشي زين الدين زيدان وفرصة وضغط فرنسي والتسديد ومالودا وفرصة وبرافو. زيدان يحتاج، هوراسيو ليزوندو يقول ولا مرة حكم صفر 2 بينالتي في فاينل، ولنفس الشخص يا فلورو مالودا. واللقطة الأخيرة إعاقة في أول ربع ساعة من الشوط الثاني، والكرة المنتخب الإيطالي والهدف الثاني لا يلغى، هدف لوكاتوني. وخطيرة لأوري، هذه صعبة، أوري وعمسة مالودا يتقدم ويسدد، فرصة وكرة لفرنسا. فرانك ريبيري سدد، لكن كرة للعود. التماس او 6 امتار بين فابيو وفرانك، وفي الاخير الاف الفرنسي يكسب اللقطة، يكسب اللحظة. فهل الرقم القياسي السابق كان عام 90 في نصف نهائي ارجنتين ايطاليا. خطيرة بوفون، زيدان، جانلويجي بوفون.
تمشي كرة من زيدان وصعبة لكن اوت. قوية كانت من زيدان. هنا الفرق سامحوني في المقاربة بين الدفاع الايطالي ودفاع برازيلي. شوف المان تو مان، كل لاعب معاه، كل ازرق روما ام ازرق باريس، الشونسيليزي او الفيوميتشينو. والكرة للخطأ. اهداف بالجملة من هذا المكان، لكن اليوم اغلى الاهداف. لا، كرة تخرج لاوت من اندريا بيرلو. ملعوبة يا اندريا، لاعب الانتر والميلان. لعبة خطيرة من سانيول يوزع كرة للركنية. زيزو ينفذ كرة، زيزو ترجع من الدفاع، تسديدة ممتازة، كرة في العمق، ملعوبة خطيرة جدا، فرصة وبرافو يا فرنسا. مالودا يمر، مالودا يستمر، يريد ان يمرر، كان نافارو قريب، تتحضر خطيرة، ريبيري مر والثاني قريب جدا من فرانك ريبيري. فرنسا كادت تمر في لحظة، كادت تمر مع الدقيقة 100 في المباراة الميالي. كان نافارو والكرة تمشي وترتفع في الأوفر لفرنسا، وزيدان يرفع الريتم ويرفع الإثارة ويرفع الضغط ويرفع دقات القلوب. هناك من يخفق بالحب وهناك من يخفق بالخوف من المنتخب الإيطالي على ما يبدو. ننتظر ونتأكد. بالفعل هو المنتخب الإيطالي مسدودة في آخر وقت. لقطة ماذا سأقول عنها؟ زيدان يستحق بطاقة حمراء مثل ما يستحق التنويه. مش ممكن نغالط الجمهور، ماذا سأقول رغم حبي لك يا ابن الصحراء؟ ماذا سأقول يا زمان؟ هي الحياة التوب ولا أسفل. اللاعب يلعب كرة، هي ويلتورد وتريزيجيه ينتظر، لكن فرنسا لا تسجل ولا تمنح فرصة قتل المباراة. مسؤول عن دائما نقول في ركلات الحظ الكرة الأولى مهمة جدا من الناحية المعنوية. بارتيز من سيدافع أو بوفون من سيحرس الركلة الأولى. تنطلق بارتيز، بيرلو في المرمى، 1 إيطاليا 0 فرنسا. أندريو سيلفا، ويلتورد في المرمى، روعة يا سيلفا. 2006 ماتيراتزي، بارتيز والثاني ماركو مرة من هنا. إيطاليا تدون ثاني الأهداف. تريزيجيه ويضيع التريزيجيه كرة على العارضة، صدق ونابت على جالويجي. ليبي يتقدم 2-1. دانيال دروسي ريتي، هدف بالايطالي. يقول عبيدال للبقاء، عبيدال روعة ممتازة، بوت كما وعدت عشاق ليكس. يتقدم ديل بيرو والرابع عندك حلين فمن اجل التاج. ينطلق سانيول ويسجل، الاثارة تتواصل. 4 ايطاليا 3 فرنسا. الركلة الخامسة فابيو جراسو ويسجل. مبروك للسكوادرا الزورا. ايطاليا كامبيوني ديل موندو. هاردك للمنتخب الفرنسي. ايطاليا لعبت صح ضربات الجزاء 5-5 وكأنهم في 4 سنوات حضروا الا ركلات الجزاء. ايطاليا ابطال العالم. هاردك يا بارتيز، لقب الوصافة رائع لكن الذهب اروع. Take a moment right here, feeling like it's out gear, driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair.